قالوا يا جماعة إن أحمد فتوح يسيب المعسكر اللي الزمالك عامله في العاصمة الإدارية عشان يروح يسهر في حفلة لرغب علامة؟ إيه ده يا جماعة اللي إحنا فيه ده؟ يا ابني أنت في نعمة. شباب كتير يا فتوح يتمنوا إن هم يبقوا موجودين يا ابني في نادي الزمالك أو الأهلي أو بيراميدز أو البنك الأهلي أو الأندية ديت. يا فتوح أنت في نعمة. أي شاب في سنك يا ابني يتمنى يكون في النعمة اللي أنت فيها ديت. تسيب المعسكر عشان تروح تحضر حفله؟ واحد طالع يقول لك ايه مشكله يا عم ما بيتفسح؟ يا حبيبي يتفسح في فتره الاجازه. خلي بالك اما النادي بياخد حد معسكر، المعسكر ده بيبقى بفتره 10 ايام. قبلها فتوح كان اجازه، كنت روح فتره الاجازه يا عم اسهر واعمل اللي انت عايزه طالما انت مدمن سهر، طالما انت مش رياضي. ما الرياضي ده يا جماعه ما يفضلش كل شويه سهرات وحفلات ويشرب. طب ما انت قبل كده يا فتوح اتكعبلت قبل كده وخبطت واحد بالعربيه وربنا نجاك من المحنه اللي انت كنت فيها. ربنا سبحانه وتعالى نجاك من المحنه. واحد غيرك ده يقول الحمد لله، لا ده انا امشي صح. انت كنت في محنه يا فتوح وربنا نداك. تيجي بعد كده تقول انا اهرب من المعسكر ويضحك يا عيني على الراجل. كابتن عبد الناصر محمد يقول له معلش يا كابتن هستأذن من المعسكر. يقول له خير يا فتوح في ايه؟ في يعني يا فتوح عايز تسيب المعسكر ليه؟ قال له معلش بس يا كابتن عشان عمي معلش يا كابتن عشان عمي تعبان واروح ازوره وكده واجري بيه على المستشفى واعلق له المحلول وكده. تخيلوا يا جماعه في كده؟ تخيلوا تكذب عشان تهرب من المعسكر عشان تروح تحضر حفله رغب علامه؟ يا جدع حرام عليك. النهارده هنا نادي الزمالك بيقول لك لا انا هديله ايقاف. طب بعد الايقاف قال لك غرامه مليون جنيه. طب وبعدين؟ قال لك انا هطلعه اعاره. محدش هيشتريه ولا حد هياخده. ده في ناس بترفض النعمه يا جدع. ده ربنا مديك نعمه يا فتوح تهرب من المعسكر والناس يصوروك مع امام عاشور ومرات. عادي امام عاشور كده امام عاشور من ساعه كاس العالم للانديه هو كان في فتره اصابه لسه بفتره تاهيل وكده وبيتعالج. فكده هو ما راحش مع النادي الاهلي المعسكر بتاع تونس. فكده من حقه يخرج. وبعدين هو خارج مع اسرته ومراته وبنته وابنه. فخارج مع اسرته خلاص. انما انت يا فتوح في معسكر. امام ما كانش في معسكر. امام كده النادي الاهلي مديله فتره اجازه عشان هو فتره تاهيل وفتره اعداد عشان خاطر هو لسه الاصابه بتاعته هتخلص في شهر 8، هيتعالج منها في شهر 8. انما انت يا فتوح انت في معسكر يا ابني. يعني سالنا الناس قال لك طب كان في فتره اجازه قبلها؟ قال لك قبل المعسكر كان في فتره اجازه لكل لعيبه الزمالك، اللي راح صيف واللي راح الساحل واللي راح سهر واللي راح شرب واللي راح عمل كل اللي عايز يعمل حاجه عملها. انما انت يا فتوح تهرب من المعسكر وتضحك على الراجل وتقول له معلش انا هستأذن. خير يا فتوح في ايه؟ قال له معلش عمي تعبان وهجري بيه على المستشفى وعلق له المحلول وهجيب الاسعاف وهجيب الدكاتره. عمل للراجل فيلم وهو راح يسهر